بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد صباحكم. الكنيسة من أهم المعالم بالدين المسيحي. كلمة جثمانية ومعناها معصر الزيت. هذول الغزالين اللي فوق شايفينهم، هذول احنا أولاد صغار تقريبا يمكن بحدود سنة 90 أو يمكن أقل أو قبل، حتى يمكن سنة 89 أو سنة 90 بحدود بهالحدود هذيك. هذول الغزالين انسرقوا ورجعوا يمكن قبل حوالي بس 10 سنين رجعوهم محلهم. هلا رح نروح ندخل على كنيسة الجثمانية. رح نحاول ندخل إن شاء الله. شوف نقدر من هون. الصبحيات على أساس أصور بحدود الساعة 6 الصبحيات، بس ما كانش في إمكانية مكانكم تفكروا. هلا بنحاول ندخل بس بهدوء، ممنوع الحكي. احنا هلا داخل كنيسة الجثمانية، بس طبعا هاي الكنيسة بالنسبة بالدين النصراني للتأمل وللوقوف عند آلام السيد المسيح حسب الدين النصراني طبعا، وممنوع الحكي فيها أبدا. كل ما أحكي كلمة بيحكوا لي اسكت اسكت، فرح أورجيكم من غير ما أحكي. الأرضيات طبعا معمولة من فسيفساء. معمولة من الفسيفساء. هلا طلعنا من المدخل تبع كنيسة الجثمانية. كل ما أحكي كلمة بحكوا لي بس أو اسكت، لأنه هاي الكنيسة التأمل ممنوع الحكي فيها، ممنوع الشرح فيها، حتى للسياح ممنوع الشرح فيها. هلا راح أفرجيكم البستان. لو هذا مكان مقدس، محل ما سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام حسب الدين المسيحي طبعا. فأنا بحكي بالمعتقد المسيحي، أنا بحكي للمسيحيين أو اللي حابب يعرف تاريخ القدس حسب الدين المسيحي. طبعا راح نسقط عليه المعتقد الإسلامي، وراح نحكي عن الآيات القرآنية اللي ذكرت بالقرآن الكريم عن سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام حسب اعتقادنا إحنا كمسلمين. هذا البستان فيه أشجار زيتون، أقل إشي عمر الشجرة فيهم بحدود 2000 سنة يعني. في أشجار كبيرة جدا وجذورها راسخة بهاي الأرض، رسوخ المسيحيين ورسوخ المسلمين بهذه الأرض. هاي المنطقة اسمها البستان. هون أجراس الكنيسة، بعرف إذا واضح معكم بالضبط، بس هاي أجراس الكنيسة. أكثر إشي عجبني أنا بهالمنطقة هاي هي البستان. كتير 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 حلو البستان، وأشجار الزيتون اللي فيه كتير بتحسسك بعبق الماضي، بتحسسك بقدم المكان. احنا هلا بمنطقة البستان. هاي المنطقة حسب الاعتقاد المسيحي الجلس فيها يتأمل سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام. هاي الصورة بتمثل اعتقال سيدنا المسيح بمنطقة البستان من قبل الجنود الرومان. هاي المنطقة ممنوع ندخلها احنا، هاي ممنوع يدخلها أي واحد. يا جماعة بدنا نحاول نروح ندخل على الكنيسة الروسية. تعال نجرب نشوف.
هاي الاشياء اللي شفتوها هلا بتنبعت كتذكار للزوار المسيحيين اللي بيزوروا المنطقة، اللي بيجوا على المنطقة هاي بهدف انهم يحجوا يعني. هلا راح نكمل مشوارنا على داخل اسوار البلدة القديمة. راح نعرج على المناطق اللي مر فيها سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام حسب الاعتقاد المسيحي. راح أضل أكرر وأحكي إنه حسب الاعتقاد المسيحي، هذا مش الاعتقاد الإسلامي. إحنا بنحكي حسب المعتقد المسيحي. طريق اسمها طريق الآلام، طريق الآلام اللي مر فيها سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام حسب الاعتقاد حسب الاعتقاد المسيحي. حسب المعتقد الإسلامي نرجع وبنحكي إنه سيدنا عيسى هو نبي الله، عيسى أرسله إلى بني إسرائيل. فسيدنا عليه الصلاة والسلام لا يزيد حسب الاعتقاد الإسلامي عن كونه مرسل، رسول مرسل من الله. وأخيرا وصلنا الحمد لله. الأمانة تعب غير شكل. جماعة إحنا هلأ موجودين بالضبط بالجبل اللي مقابل، إحنا هلأ موجودين بالجبل مقابل كنيسة الجثمانية. إذا شايفين الكنيسة الأرثوذكسية هناك عليها، بس كان الوضع صعب كثير لأنها تفتح بس يوم الثلاثاء من 10 ل 12، فكان الوضع كثير صعب علينا أن ندخلها. طلعوا عند إيدي بالضبط هناك محل ما إيدي بتأشر الكنيسة الجثمانية، هاي قباب الكنيسة الجثمانية محل ما كنا، وهناك بالضبط هاي الكنيسة الروسية. أنا واقف هلا بالمقبرة الإسلامية بالجبل اللي مقابل الكنائس هاي. هلا بعد ما خلصنا جولتنا على الكنائس على الجبل هناك على الكنائس، خلينا ندخل لأسوار البلدة القديمة. هذا اللي قدامنا مباشرة باب الأسباط. لا من هون مدخل المسجد الأقصى. هلا رح نمر على المسجد الأقصى إن شاء الله ونصلي هناك، بس خلينا نمر على موقع بيحكوا إنه مكان من ولدت ستنا مريم حسب الاعتقاد المسيحي برضه كمان، birthplace of Virgin Mary. هذا المكان مكان ما انولدت ستنا مريم عليه الصلاة والسلام حسب الاعتقاد حسب الدين المسيحي. قبة الصخرة المشرفة، احنا صورنا من الجهة القبلية المرة اللي فاتت، هلا احنا بنصور من الجهة المقابلة. رح نصور هلا من صحن قبة الصخرة، وبعديها مباشرة بعد ما نصور من صحن قبة الصخرة المشرفة رح نروح نتوضا ونصلي. هون تجهيزات لرمضان، عمالهم يجهزوا بالخيام للشهر المبارك. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا يا الله. هذا البناء اللي هناك الصغير بيحكوا انه كان نموذج لبناء قبة الصخرة. روح اشرب شربة مي باردة محل ما كنت اشرب وانا بالصف السابع. احنا هلا يا جماعة دخلنا للمسجد المرواني. هذا المسجد فتحوه بتذكر يمكن كانوا يعملوا فيه حفريات بحدود سنة 1996. ليش صورنا منه اليوم مش لما عملنا عن المسجد الأقصى. هذا المسجد أيام الاحتلال الصليبي، يعني أيام الحملة الصليبية على القدس، تم احتلال المسجد الأقصى، فتحول المسجد القبلي اللي شفناه بالمرة اللي فاتت، تحول المسجد القبلي إلى كنيسة، وتحول المسجد المرواني زي ما أنتم شايفين هذا المسجد العظيم تحول إلى اسطبل. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أجى استلم مفاتيح المدينة المقدسة ما صلى بكنيسة القيامة خوفا من أنه المسلمين والمسيحيين يتنازعوا على ملكية كنيسة القيامة. بينما أيام الحملة الصليبية على القدس وعلى المسجد الأقصى تحول المسجد القبلي إلى كنيسة، وتحول المسجد المرواني على جماله وعلى فخامته تحول لأسطبل للخيول. احنا بنحكي عن الاحتلال كاحتلال. وصلنا على بروشور
توضيحي على مراحل طريق الألام للسيد المسيح عليه الصلاة والسلام. المرحلة الأولى بتبلش من هون. احنا بالمنطقة هاي بالمرحلة الأولى من مراحل ضرب الصليب حسب الاعتقاد المسيحي. راح أكرر المرة الألف، احنا بنحكي حسب الاعتقاد المسيحي كتاريخ. هون ننتقل للمرحلة الثانية، هاي مرحلة إدانة السيد المسيح. هون بالمنطقة هاي مرحلة إدانة السيد المسيح. هون إذا شايفين الأحجار اللي هون، الأحجار الكبيرة، هاي الأحجار تمثل المكان اللي سقط عليه سيدنا المسيح لما سقط على درب الصليب أول مرة. عشان هيك ما انشالت الأحجار هاي، كلها ظلت زي ما هي الأحجار هاي. من أيام الرومان إلى الأيام هاي ظلت الأحجار هاي زي ما هي. لورانا يا جماعة كنيسة الأرمن الكاثوليك، هاي بتمثل المرحلة الرابعة من مراحل ضرب الصليب. يوم العافية. This is the beginning of this school, but we have to build more and more in the future also. So I will see. الأسواق اللي هون هسه كلياتها معبية مليانة بضائع، كلها بتمثل كلها كتذكار تباع الأجانب اللي بزوروا المنطقة هاي، أو الحجاج بالأحرى اللي بزوروا المنطقة هاي. هاي المسؤولات الخشبية كلها بتمثل حياة المسيح عليه الصلاة والسلام. نحن بطريقنا لكنيسة القيامة. ذكروا البرج اللي حكينا رح نطلع عليه، يلا خلونا نطلع عليه. تفضل استاذ. استنى ما الايدين. جماعة هي باب البرج، هلا نطلع على البرج، بعديها الخطة تبعتنا بدنا ننزل على مكان الحفريات، وبعديها بدنا ننزل على الحديقة، في هناك متحف أول مرة بسمع عنه. خلونا نطلع، بسم الله. بلش نطلع هلا بالدرج على البرج. درج كتير 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 ضيق، مش إلي وساع يعني حتى يدوب لشنطتي ما في وساع. متعب جدا، مرهق جدا مرهق. خليني أضبط هدول معي، بصراحة بفتل الراس وقت الواحد طالع. درج كتير 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 ضيق، أصلا محل نرتاح فيه. خلونا نريح شوي نضبضب هدول. هاي باب البرج، هاي المدخل الثاني. يلا عليهم أكيد بس صلعتي المبني، أنا متأكد إنه بس صلعتي المبني.
أخيرا يا جماعة وصلنا يا جماعة للمنطقة، منطقة الاستراحة الثانية. يعني عليهم هذا صوت الأذان، هذا صوت الأذان من مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اليوم تعرضنا لمشكلة يا جماعة، ما قدرنا نكمل الفلوج بعد ما طلعت 300 درجة تقريبا على قمة البرج. خلصت الذاكرة تبعت الكاميرا بعد تعب كلياته، اضطريت اني انزل. رح نرجع بكرة ان شاء الله نعيد المحاولة، وان شاء الله يا رب تكونوا انبسطتوا بالمشاهدة، وشكرا سلفا، يعطيكم الف الف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.